وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد، والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك التفاعل قليل جدا في القناه، فلو سمحتوا ما تنسوش التفاعل، لان التفاعل هو اللي بيوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن، هو اللي بيخليني ان انا اقدر استمر واكمل معاكم في القناه. فلو سمحتوا ما تنسوش اللايك، دي اهم حاجه في الفيديوهات، هي اللي بتدعم القناه يعني. اول حاجه هنا بصوا هنعمل ايه. انا جبت الفراخ بتاعتي غسلتها كويس وقطعتها قطع بحيث ان انا هحطها، هنشوف النهارده هنعملها في ايه. جبت بصل كده فرمته في الكبه، وبدات ان انا احط عليه ملح وفلفل اسود، وبدات ان انا كده ادخل كل البصل والملح والفلفل الاسود جوه الفراخ، لان انا اي نعم انا هسلقهم، بس الخطوه دي بتدي طعم حلو قوي للفراخ. هبتدي بقى احط ميه كده على النار تغلي، وبعد ما الميه تغلي هنزل بيها بالفراخ اللي انا حطيت الاول ورق لورا وحبهان، وهبتدي انزل بقى بالفراخ اللي انا متبلاها كده ملح وفلفل اسود، واسيبها تتسلق عندي لحد لما نشوف هنعمل ايه. جبت هنا حله حطيت فيها معلقه سمنه كده كويسه، وبدات ان انا انزل بيها ببصله اشوحها كده تشويحه حلوه، يعني ما خلاش تاخد لونه. هنا بوريكم الفراخ بتتسلق. هبتدي احط عليها شويه فلفل اسود، وبعد ما اول ما بتاخد يعني تخش في التسويه ما بتاخدش لون، نزلت عليها بطماطمايه وبحته فلفل كده ومكعب مرق، وهبتدي اديها تشويحه كويس لحد لما كل ده ياخد من بعضه. واحط اهم حاجه قرفه، سنه قرفه في التتبيله اللي انا عملتها دي. وهبتدي احط الملح والفلفل الاسود بتاعي، وحطيت شويه بهارات فراخ، وهبتدي بقى اشوح كل الحاجات الحلوه دي اللي عندنا. هنا كنت جايبه فريك ومنضفاه وغسلاه ونقعاه شويه. هبتدي انزل بقى على الخلطه دي كده، وابتدي اقلبها كده تتشرب معاه كويس لحد لما تتشرب من كل الحاجات اللي عندي. وهنا هاخد بقى من الشوربه بتاعه الفراخ، وهبتدي ان انا اسقي بقى الفريك بتاعي، وهسيبه بس يخش في السوا، مش هخليه يستوي، يخش في السوا بس. طبعا جنب الطاجن الفريك ده هنعمل برضو اكله النهارده، الاكل كله صعيدي، طاجن فريك بالفراخ. وهبتدي اعمل جنبيه طبق ويكا كده صعيدي طعمه حلو قوي. الناس اللي متعرفش الويكا اللي هي الباميه، بنجيب الباميه وبغسلها وبقطعها كده حلقات. هنا بجيب حله كده وبحط فيها طماطمايه ومكعب مرق واديها تشويحه. بصوا الخطوه دي وشويه كزبره، الخطوه دي من عندي انا. اللي حابب يحط الشوربه ويحط فيها الويكا على طول تمام، بس انا بحب اعمل الخطوه دي كده. بحط طماطمايه ومكعب مرق وشويه كزبره، وهاخد برضو من الشوربه اللي عندي كده شويه، واسيبها تغلي كده لحد لما تغلي جامد. واول ما تغلي بحط فيها سنه توم. وبصوا الويكا دي كانت عندي في الفريزر، انا غسلاها ومقطعه كده حطها في الفريزر. هسيبها بقى تستوي، هقطع فيها حته كزبره خضراء. وهبتدي بقى هنا مجرد ما تخش في السوا بجيب المضرب اللي هو اليدوي ده اهو كده، وببتدي اللي انا اضربها كده افرمها. في ناس بتحطها في الكبه، بس انا مش بحب احطها في الكبه. الافضل ان هي لما تستوي اضربها كده بالمضرب اليدوي، هي بتعمل على طول. هنا الفريك بتاعي مجرد ما دخل في السوا جبت الطاجن بتاعي كده، وهبتدي ان انا انزل بكل كميه الفريك اللي عندي، وهبتدي احط الفراخ كده ادفنها كده فيها، يعني اغرزها فيها. وبعدين عشان كده انا ما خليتش الفراخ قطع كبيره، بحيث ان هي تبقى جوه الطاجن. وهبتدي كده ان انا احط لها سنه شوربه وادخلها الفرن. وهنا قليت كده باقي الكزبره مع شويه توم وحطيتهم على الويكه. والطاجن شفتوه اهو بعد ما طلع. هنا بقى طبعا جنب الاكل الحلو كده قلنا نعمل شويه طماطم كده محشيه بالثوم والملح والكمون والخل والليمون، وقطعت فيها شويه بقدونس، وقطعت فيها شويه فلفل اخضر كده، قرن فلفل اخضر. كانت تحبيشتها حلوه قوي، وجنب الاكل طبعا الصعيدي ده، فكان الاكل الحمد لله كان حلو قوي، كان طعمه حلو. هبتدي بقى اللي انا اقلبها كده، واقطع الطماطم شرايح كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. اللي حابب يقطعها تقطيعه كبيره حاجه عادي، لكن احنا حبينا نعملها زي الاكلات كده بتاعت زمان، الطماطميه مصححه. وابتدي اللي انا اعمل فيها زي شرايح كده، واحشيها الحشوه دي. بتبقى حلوه قوي جنب الويكا، جنب طاجن الفريك. كان اكلنا كله النهارده صعيدي، وكان طعمه حلو قوي. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو لسه ما عملتوش اللايك، ما تنسوش اللايك عشان يوصل للناس كتيره، والنس كتيره تشوفه. دعموا القناه لو سمحتوا. وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا التزم في الفيديوهات. هبتدي هنا بصوا بعد ما شرحنا كده الطماطم كلها، هبتدي بقى اللي انا احشيها كده بالخليط اللي انا عاملاه، الثوم بالكمون بالبقدونس بالفلفل. اللي حابب يحط فلفل احمر يحط.
انا النهارده عملتها بالفلفل الاخضر بس كده. هبتدي بقى بالمعلقه كده احشي كل الفواصل دي. وبعدين الميزه في ان هي ما بتاخدش وقت اول ما بتعملوها، يعني ان انتوا لو مستعجلين تعملوها جنب الاكل مش هتاخد وقت منكم. هنبتدي بقى نحشي كده كل الطماطم اللي عندنا. وهو ده كان اكلنا النهارده، الويكا وطاجن الفريك. طاجن الفريك ده على فكره ممكن تعملوه بالبانيه، او تعملوه بالكبد والقوانص، او تعملوه باللحمه، او تعملوه باللحمه المفرومه، يعني معاكوا تعملوه بكل الطرق. وفي نفس الوقت الفريك اصح كتير من الرز. والفريك دلوقتي يعتبر بقى ارخص من الرز. انتوا لو عيله لازم تعملوا كيلو ولا كيلو ونص رز. الفريك بيرمي كتير وبيشبع ومفيد وصحي طبعا. فكتروا من اكلاتكم في الفريك، احسن بكتير من الرز وفي نفس الوقت مغذي. وهي دي كانت وصفاتنا النهارده، واستنوا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير مع بعضينا. وما تنسوش اللايك اول ما تفتحوا القناه عشان توصل لعدد كبير، والناس اللي تاخد فيديوهات على صفحاتها وتنشرها، بحيث ان هي لو عندها ناس ما تعرفنيش تعرفني اكتر. واتمنى تكون القناه مفيده ليكم. اي نعم احنا بنعمل اكلات بسيطه، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل فيديوهات. ولسه كمان في فيديوهات كتير ولسه مكملين ان شاء الله. وهو ده كان اكلنا. وبصوا دي الباقي الميه دي هبتدي احطها على طماطم. واستنوا الفيديو جاي. مع السلامه.